امبارح البنك المركزي المصري قرر ان هو يثبت سعر الفايده في الاجتماع الثالث خلال سنه 2024، وبعثه صندوق النقد الدولي بتزور مصر حاليا عشان خاطر المراجعه الثالثه اللي هي هتصرف فيها الشريحه الثالثه. كمان هنتكلم عن سعر الدولار اللي سعره زاد خلال تعاملات يوم الخميس. سعر زاد برقم حوالي 25 او 30 قرش، بنتكلم في على حسب كل بنك او سعر الصرف بتاع كل بنك. السعر دوت زاد قبل اجتماع البنك المركزي بحوالي ساعتين او 3 ساعات. التفاصيل دي هنتكلم فيها بالتفصيل بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا معاكم محمد عساف في القناه اللي تخص البنوك. عايز اقول لك ان ناس كتير جدا من اللي بيتفرج علينا مش مشتركين في القناه، فاستاذنك تعمل لنا اشتراك في القناه لان ده بيدينا دعم في ان هو الفيديوهات بتاعتنا توصل، وفي نفس الوقت احنا هدفنا احنا نعمل توعيه ماليه ليك بطريقه مبسطه جدا جدا جدا. يلا بينا نخش على طول في الموضوع. البنك المركزي المصري امبارح كان في اجتماع اللي هو الاجتماع الثالث خلال سنه 2024، واللي قرر فيه ان هو يثبت سعر الفايده. عايز اقول لك ان هو اول اجتماع كان البنك المركزي المصري زود سعر الفايده 2% اللي هو اجتماع بتاع اول فبراير. بعد كده الاجتماع الاستثنائي اللي هو بتاع 6 مارس واللي شفنا اللي هو زود فيه سعر الفايده بطريقه استثنائيه وغير مسبوقه 6% مره واحده. وفي الاجتماع دوت اللي حصل فيه اللي هو ايه، حصل فيه التعويم، واللي حصل فيه او تغيير سعر الصرف، واللي حصل فيه ان ايه شهادات جديده نزلت. الاجتماع ده اصر ان هو يثبت سعر الفايده على المعدلات الحاليه عشان يستمر في سياسه التجديد النقدي. صراحه في شويه رسائل كده كانت موجوده في البيان بتاع البنك المركزي المصري عايزين نتكلم فيها ونحللها مع بعض، وبعد كده هنتكلم في موضوع صندوق النقد الدولي وموضوع الدولار. ادي ده البيان الصحفي بتاع لجنه السياسه النقديه ل 23 مايو والاجتماع بتاع 23 مايو 2024. اول حاجه معانا او لاحظناها اللي هي ايه، نظره مستقبليه للنمو الاقتصادي ايجابيه على الصعيد الايه العالمي. الحاجه الثانيه بقى واللي هي مش مستقره بالنسبه لمعدلات الطاقه لسه النظره المستقبليه بتاعتها بشان العرض والطلب لسه مش مؤكده ومش مستقره عشان خاطر ايه التطورات الجيو سياسيه. هنلاقي ان اسعار الطاقه العالميه ماشيه في تذبذب يعني خلال ال6 شهور اللي فاتوا. ليه؟ عشان خاطر في تطورات جيوسياسيه اللي هي مثلا حرب ايه روسيا واوكرانيا، وطبعا دي ما بقتش يعني ظاهره قوي على الساحه، انما الحرب اللي هي بتاعت اخواننا في غزه هي بتشنها اسرائيل عليهم. فانت النهارده السعر ده لو زاد ده بيعمل ايه؟ بيعمل عجز في الموازنه، لانها بتبقى محدده السعر معين دوت. فلما يبقى في عجز في الموازنه فبيجي صندوق النقد يقول لك لا والله ما ينفعش يبقى في عجز في الموازنه في الحته دي، في الحته دي يعني شيل السعر بتاعها. فيقول لك ايه، طب خلاص نعلي سعر ايه البنزين مثلا. الحاجه الثالثه اللي معانا اللي احنا لاحظناها في البيان ان في ضعف في المؤشر الاقتصادي المصري. الحاجه الرابعه المهمه جدا واللي اتكلم فيها واللي هي حيز او اهتمامنا كلنا بينصب عليها وهو موضوع التضخم. قال لك ان التضخم نزل خلال الفتره اللي فاتت، وده ايه بيعكس يعني السياسه اللي كان ماشي بيها البنك المركزي المصري اللي هي سياسه التجديد النقدي. التضخم نزل من كام؟ هو زي ما كاتب في البيان التضخم العام والاساسي بعد ما كان 38% و41% بالترتيب في خلال 2023 سبتمبر ويونيو، هنلاقي ان التضخم دوت وصل في ابريل اللي هو 2024 32.5 و31.8 بالترتيب. والبيان بيتكلم ان التضخم ايه هيبقى فيه اعتدال خلال الفتره بتاعه النص الثاني بتاع 2024، وهيبتدي يمشي في النزول بقى والمسار النزولي بتاعه في 2025. ودي برده في الاخر كلها توقعات، لان لو جبت لك بيان السنه اللي فاتت بتاع البنك المركزي المصري وهو بيتكلم على قبل موضوع حرب بتاع غزه دوت، وهو بيتكلم على معدلات التضخم، وكان قال لك ان احنا بنتوقع في النص الثاني 2024 ان التضخم هينزل جامد جدا، انما هو التضخم زاد تاني في خلال فبراير. وهو قال كده، قال لك ان في حصل يعني زياده في التضخم خلال شهر فبراير غير متوقعه. بس هنا قال لك ان في شويه اسباب كده بتقول لك ليه ان التضخم هيقل في 2025. اول حاجه بسبب سياسه تجديد النقدي هيكون بقى ايه اثرها بان. سياسه تجديد النقدي ايه اللي هي معدلات الفايده العاليه جدا جدا فايه وسحب السيوله من السوق والادوات اللي بيستخدمها البنك المركزي المصري. الحاجه الثانيه ان بقى في توحيد لسعر الصرف، فاحنا ما بقيناش شايفين مثلا ايه سعرين، سعر مثلا سوق سودا وسعر في البنك، لا خلاص ما بقاش فيه، يعتبر السوق السودا اختفت، ما نقدرش نقول اختفت 100% بس ايه ما بقتش ظاهره زي الاول. الحاجه الثالثه تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وده اللي شايفينه مثلا صفقه راس الحكمه والصفقات الثانيه اللي شغاله فيها الحكومه المصريه. يعني لقينا مثلا ايه امبارح خبر كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان في حوالي 7 شركات بتتكلم ان هي عايز تاخد وطنيه. طبعا ايه يعني انا طبعا في شركات كتير نقدنوك كانت عايز تاخد وطنيه، ويعني اتكلموا كتير عن الموضوع ده، وبقالنا كتير جدا وطنيه بقى لها سنتين مثلا بيقولوا هتطرح وبتاع، ومفيش
اي جديد، بس اهو بيقول لك ان في شركات بتتكلم او في دلوقتي زياده على الطلب بتاع الشركات المصريه. وده اللي قاله في النقطه اللي بعد كده، الطلب العالمي والمحلي على الاصول المصريه المقومه بالجنيه. وهي الحاجه الاخيره، التحسن الملحوظ في بيئه التمويل الخارجي. يعني النهارده مثلا السنه اللي فاتت كنا نلاقي ان كان في مشكله في موضوع التمويل الخارجي، ازاي ان النهارده ما كانش في فلوس في السوق، يعني ما كانش في ناس بتقرض حد ولا الكلام ده. ليه؟ عشان خاطر كان في سياسه عاليه جدا من التشديد النقدي للفيدرالي الامريكي. دلوقتي الفيدرالي الامريكي لما ابتدى يخفض الفايده ويثبتها، ابتدى الموضوع يعني الاقتصاد العالمي يتعافى شويه، وبناء عليه ابتدت ايه، يعني ابتدى بتلاقي تدفقات شويه في الاسواق الناشئه اللي هي زينا وزي تركيا وكده. فدي 5 حاجات والله البنك المركزي المصري بيقول لك ان ال5 حاجات دي بتقول لي ايه، بتقول لي ان ايه، ان التضخم هيقل في 2025. لكن قال لك في مخاطر يعني بتحيط مسار التضخم، وده كلام بقى اللي احنا ايه، ده الكلام المهم اللي في البيان، اللي هو ايه بقى. انت النهارده زي ما انت قلت السنه اللي فاتت ان التضخم هيقل، لا طلع لك مخاطر فجاه مره واحده خليت التضخم بتاعك لا يزيد. وزي لما حصل في ايه من اول طوفان الاقصى اللي هو ايه في 7 اكتوبر، لما حصل ايه في مشاكل جيوسياسيه فابتدت تاثر عليك. انت عندك 60% من دخلك من قناه السويس قل، السياحه اللي عندك كانت كلها في طابا والكلام ده كلها ما بقتش موجوده. فهو اتكلم عن المخاطر دي، موضوع المخاطر الجيوسياسيه. الحاجه الثانيه واللي اتكلم عليها مناخ ضبط الماليه العامه، ده كان اللي اتكلم عليه استاذ طارق متولي في العربيه CNN او على موقع العربيه CNN، وبيتكلم وقال لك ان هو بيتوقع ان التضخم يزيد تاني خلال الفتره اللي جايه. ليه يا استاذ طارق الكلام دوت؟ ببساطه شديده جدا قال لك ما هو متوقع ان اسعار البنزين، او هو متاكد ان اسعار المحروقات هتزيد تاني خلال الفتره الجايه، اللي هو البنزين والسولار. ليه؟ لان هو عامل عاجز جامد جدا في الموازنه. يعني البند ده ارتفع من 119 مليار ل 147 مليار جنيه، فالرقم دوت لازم وزاره الماليه هتزود المحروقات عشان خاطر تخفف الفرق دوت. فده بيدل على ايه؟ بيدل ان التضخم طبعا انت عارف لما البنزين والسولار، او السولار بالذات لما بيغلى كل حاجه بتغلى بعديها، وده اللي شفناه في شهر 2 اللي فات. وفي نهايه البيان بتاع اجتماع البنك المركزي المصري قال لك ايه؟ قال لك ان هو يعني معدلات الفايده الحاليه دي بتبقى بناء على التوقع بتاع التضخم خلال الفتره اللي جايه، مش التضخم اللي موجود دلوقتي. فهم شايفين ان الفتره الجايه لسه ايه، محتاج يبقى في سياسه تشديد نقدي. ده اللي حصل في خلال ايه اجتماع البنك المركزي المصري. هنلاقي خبر تاني برضو معانا، اقتصاد الشرق مع بلومبرج من يومين بعثه صندوق النقد الدولي جت مصر عشان خاطر تبتدي تعمل المراجعه الثالثه، والشريحه المفروض تتصرف لك اللي هي كانت متوقعه في 15/6 المفروض بقيمه كام؟ بحوالي 1.6 مليار دولار. ولنا امبارح كده حصل ارتفاع للدولار. الارتفاع دوت يعني ممكن نقول ان هو بيعكس حركه العرض والطلب. احنا لقينا كان في خبر من يومين بيتكلم ان الحكومه المصريه ناويه تطلع 20% في شهر 6 اللي جاي، 20% من مستحقات شركات البترول. فهنلاقي ان كل الكلام ده بيعكس ان ايه، ان النهارده لما تطلع مثلا فلوس شركات البترول ده هيزود الطلب على الدولار، فيبتدي سعره يزيد تاني. فهو سعره شغال يعني زياده ونزول حسب العرض والطلب. ده كده كانت كل التفاصيل بتاعه زياده سعر الدولار، وموضوع صندوق النقد، وموضوع البنك المركزي المصري ايه اللي حصل في الاجتماع. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت، واكون قدرت اتكلم بطريقه مبسطه وسلسه تحاول توصل لك الموضوع ببساطه شديده. اتمنى اشوف تعليقاتكم اللي انا بستفيد منها جدا جدا على الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.